وانا واقف النهارده في الصيدليه بشتري العلاج الشهري بتاعي، لقيت مريضه تقريبا طالبه 10 انواع مكملات غذائيه، فخدني الفضول يعني. قلت لها عرفتها بنفسي، قلت لها هو حضرتك بتتعالجي من ايه بالظبط؟ فقالت لي انا بتعالج من الذئبه الحمراء. فهي ما بتعالجش معايا ولا حاجه على فكره يعني. فقالت لي وباخد المكملات الغذائيه دي كلها لانه في الانترنت بيقولوا ان كل المكملات دي مفيده. فحبيت اعمل الفيديو ده النهارده عشان نقول العلم الحقيقي بيقول ايه في المكملات الغذائيه والروماتيزم. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. هل انتوا يا دكاتره ضد المكملات الغذائيه؟ بالتاكيد لا. لكن احنا ضد الاستخدام المفرط الغير آمن للمكملات الغذائية، وضد استخدامها كبديل للأدوية التقليدية. ليه؟ أول حاجة، بقى في مكملات غذائية ما أنزل الله بها من سلطان لنباتات نادرة في الصين ونباتات نادرة في أمريكا الجنوبية، محطوطة في علب وبتيجي وبتتباع بمبالغ ضخمة جدا جدا جدا. يعني المريضة اللي أنا قلت لكم عليها النهاردة دفعت حوالي 12,000 جنيه تمن المكملات الغذائية. 12,000 جنيه دول يعني في أدوية دلوقتي ممكن تتاخد بالسعر ده كل شهر تنيم المرض خالص، أدوية بيولوجية حديثة. وبالتالي ده اللي خلى الواحد ينتبه انه المكملات الغذائيه بقت سوق ضخم جدا جدا جدا. والمشكله ان كتير من المكملات اللي بتتباع كمان غير منضبطه الجرعه، يعني تلاقي فيها جرعات الحاجات اللي المفروض المريض ياخدها اقل بكتير قوي من اللي المفروض ياخدها في الدراسات. نضرب مثال، المكملات الغذائيه الاساسيه في مرضى الروماتيزم، ذئبه وروماتويد وتيبس فقاري والتهاب مناعي في الاوعيه الدمويه ومرض بهجت، وكل الحاجات دي هم 2 اساسيين: فيتامين دي، وعشان كده يفضل ان احنا نعمله بالتحليل عشان نحدد الجرعه اللي هناخدها، اقراص، حقن يوميه، اسبوعيه، شهريه. مفيش دراسات بتفضل حاجه على حاجه بالمناسبه، انما احنا بنفضل دايما الحاجات اليوميه علشان تبقى منضبطه الجرعه ويفضل مستواها في الدم يوميا عند القدره اللي تخلي رقم التحليل بتاعك عند ال40. في ابحاث جديده بتقول هنوصل ل 70 وانا مع هذه الابحاث. فاحنا ده فيتامين د، ده المكمل الغذائي الاساسي. نمره 2 الاوميجا 3، لان معظم الناس ما بتاكلش سمك كفايه. بس انه اوميجا 3، اوميجا 3 تكون واصله ل 1000 مللي جرام، ويكون نوع الاوميجا 3 اللي موجود اي بي اي او اي بي اي عشان نبقى بنقوله صح. وبالتالي هم دول اللي اتفق عليهم في كل الدراسات ان هم مفيدين. نيجي بقى اشواجندا، مفيش دراسات كافيه. اسبرجيلس، مفيش دراسات كافيه. المغنيسيوم، مع احترامنا الشديد للمغنيسيوم بانواع مختلفه، ستريت وجلايسينيت وكربونات، كل انواع المغنيسيوم مفيش دراسات كافيه عليها. نيجي للكالسيوم، شوفوا انا بكلمكم على حاجه بسيطه قوي زي الكالسيوم، مفيش دراسات كافيه عليه، وفي بعض الدراسات بتقول ان استخدامه المفرط ممكن يضر القلب. وبالتالي لو انا هاخد الحاجات دي من مصادرها الغذائيه احسن، يعني كوبايه زبادي يوناني او غير يوناني ومعلقه سمسم ومعلقه عسل نحل لو انا مش مريض سكر بالليل، احسن من قرص الكالسيوم. المغنيسيوم، لو انا متعود اكل فاكهه وخضار وسلطه كل يوم، هاخد المغنيسيوم اللي انا محتاجه في الغالب، الا لو عندي مرض بيمنع ان انا اخد الادويه دي، او عندي حاجه عامله لي سوء امتصاص، ساعتها ممكن اخد مكملات غذائيه. نيجي برضو للبيوتين، في استخدام مفرط جدا. اليو سي او الكولاجين بانواعه المختلفه برضو في تركيز شديد عليه انه بيحسن الغضاريف وبيحسن المناعه. الكلام ده كله مفيش دراسات تثبته. وبالتالي نصيحتي، اولا خد الحاجه من العنصر الغذائي بتاعها من الاكل بتاعك، احسن حاجه. خد الكالسيوم من منتجات الالبان، خد الحديد من اللحمه والكبده ومن النباتات الغنيه بالحديد، خد المغنيسيوم من الخضار والفاكهه. الفيتامين د تقعد نص ساعه في الشمس، هيساعدنا جامد قوي ان الفيتامين د يبقى كويس. الاوميجا كل سمك مرتين في الاسبوع، بالذات الاسماك الدهنيه زي الماكريل والسلمون والحاجات دي، ده هو احسن حاجه. طيب هتاخد مكملات غذائيه، يبقى فيتامين د والاوميجا اولى. هتاخد مكملات بره ده، لازم تراجعها مع الدكتور بتاعك، مهم جدا 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 تراجعها مع الدكتور بتاعك. والحقيقه لو تكلفتها عاليه، افضل
انك تاكل اكل متوازن وتلعب رياضه هيبقى افضل بكتير. ودمتم سالمين.